السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله معانا درس جديد اسمه القوة والأسس. طبعا قبل ما نبدأ مننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لقتلى في غزة إن ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم. وبسم الله نبدأ. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين هنتكلم عن القوة والأسس. بس قبل ما نبدأ تعالى كده، لو جيت قلت لك اتنين اتنين اتنين، قلت لك أنا عايزك تكتبها لي أسرع من كده، هتعملها إزاي؟ والله ممكن حد يقوم قايل لي إحنا طالما الاتنين متكررة هناخدها مرة واحدة ونقسم ونشوف هي مضروبة كام مرة. واحد اتنين تلاتة أربعة، يعني اتنين أس أربعة. أيوه، يبقى هو ده الموضوع النهاردة اللي هيتكلم عليه الموضوع دوت. إزاي نعرف موضوع القوة والأسس، وليه قلنا اتنين أس أربعة، وهكذا. تمام، تعالى نبدأ نتكلم مع بعض شوية. النظام ده اسمه الضرب المتكرر والصورة الأسية. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا اتنين في اتنين في اتنين في اتنين، دوت اسمه الضرب المتكرر. أهو الاتنين اتضربت أكتر من مرة، فده اسمه الضرب المتكرر. وقال لك والصورة الأسية اللي هي ده اسمه الأس، وده اسمه الأساس. يبقى ده اسمه الأس وده اسمه الأساس. ليه إحنا كتبنا هنا في الأس أربعة؟ لأن لو جينا نشوف الاتنين مضروبة كام مرة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، فده معناها إن الاتنين مضروبة في نفسها كام مرة؟ أربع مرات. يبقى دلوقتي أنا أقدر أعرف أو التعريف بتاع الضرب المتكرر والصورة الأسية هو إيه؟ تعريف الضرب المتكرر والصورة الأسية. يعني إيه تعريف الضرب المتكرر والصورة الأسية؟ قال لي هو ناتج عن ضرب عوامل متكررة. هو ناتج عن إيه؟ قال لي ناتج عن ضرب عوامل متكررة بالقوة أو الصورة الأسية. قال لي بالبلدي يعني أس وأساس. يعني إيه أس وأساس؟ تعال نفهم الكلام ده. أنا لو جيت دلوقتي قلت لك تلاتة في تلاتة في تلاتة تلاتة تلاتة، تعالى خليها لي أس وأساس. إحنا قلنا الضرب المتكرر يعني التلاتة المضروبة في ده العامل، اسم العوامل المتكررة. هنا المقصود بضرب العوامل المتكررة، المقصود بالعوامل المتكررة هو العامل ده اسمه عامل أيا كان، تلاتة أربعة خمسة ستة، ده اسمه العامل المتكرر، يعني متكرر أكتر من مرة. فأنت عندك التلاتة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. تعالى نكتب أول حاجة التلاتة لأنه العامل المتكرر أهو التلاتة. تمام، مضروبة في نفسها كام مرة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى تلاتة أس خمسة. تمام، يبقى تلاتة أس خمسة، يعني التلاتة مضروبة في نفسها كام مرة؟ خمس مرات. قال لي والله رقم تلاتة ده اللي احنا بنسميه الأساس. يبقى رقم تلاتة ده بيتسمى ايه؟ الأساس. وقال لي رقم خمسة ده اسمه الأس. ما هو المقصود بقى أس وأساس. يبقى التلاتة ده الأساس والخمسة ده اللي هو أس. طب قال لي أقرأها إزاي؟ أنطق أنا الكلام ده إزاي؟ قال لي إحنا ممكن نقول تلاتة مرفوعة إلى الأس خمسة، أو تلاتة مرفوعة إلى خمسة. وأسهل تقول تلاتة أس خمسة، تلاتة أس أربعة، اتنين أس واحد، وهكذا. يبقى دوت المقصود بالضرب المتكرر. نكمل. لو جه مثال وقال لك اكتب كل مما يأتي في صورة أس وأساس، يعني عايز في الآخر تطلع له صورة أس وأساس. تمام، فتعال نحل كده مع بعض. رقم واحد بيقول لك تلاتة تلاتة في إيه في إيه في إيه. تمام، إحنا ما نستغربش، إحنا اتعودنا إيه العامل المتكرر إن هو التلاتة أهو نكتبها مرة واحدة في. تعال نشوف الإيه ده العامل المتكرر، إيه نكتبها مرة واحدة. تمام، تعال نشوف التلاتة مضروبة في نفسها كام مرة؟ واحد اتنين، يبقى تلاتة أس اتنين. تعال نشوف الإيه،
مضروبة في نفسها كام مرة؟ 1 2 3 يبقى إيه أس 3. تاني ما جينا المسألة بالشكل دوت ويقول لك اكتبها لي في صورة أس أو صورة أس وأساس. تعال نشوف العوامل المتكررة المضروبة في نفسها أكتر من مرة. هنا التلاتة مضروبة في نفسها أكتر من مرة أهي خدناها مرة واحدة. مضروبة أكتر خدناها مرة واحدة، وبعد كده شوف مضروبة في نفسها كام مرة؟ مرة، والتانية يبقى 3 أس 2. تعالى لإيه؟ هنا ده العامل المتكرر خدناه مرة واحدة أهو. تعالى نشوف مضروب في نفسه كام مرة؟ 1 2 3 يبقى إيه أس 3. حلو. طب تعالى كده نشوف رقم 2 دي بتتحل إزاي؟ إحنا عندنا هنا المتكرر إيه؟ سالب إكس سالب إكس. طب كمل كده المسألة. في سالب إكس متكررة. آخدها مرة واحدة أهو. يبقى أنا خدت سالب إكس مرة واحدة اللي مضروب في نفسه أهو، متكرر هنا وهنا 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 خدناه مرة واحدة. وبعد كده أشوف هو مضروب في نفسه كام مرة. أدي مرة 2 3 4 يبقى سالب إكس أس كام؟ 4. أو سالب إكس مرفوع للأس كام؟ 4. حلو. تعال نكمل هقول فيه. هنا 5 على 9 مضروبة في نفسها أكتر من مرة، هاخدها مرة واحدة أهي. يبقى 5 على الكام؟ على ال9. تمام. مضروبة في نفسها كام مرة؟ 1 2 3 3 مرات. بس نحط لها أقواس تبقى أس كام؟ 3. تاني هنا عندنا السالب إكس متكرر في نفسه كام مرة؟ تعال نشوف 1 2 3 4 فبقت سالب إكس أس 4 وخدناها مرة واحدة. هنا 5 على 9 متكررة أكتر من مرة خدناها مرة واحدة أهي. ونشوف مضروبة في نفسها كام مرة. هنا 5 على 9 مضروبة مرة 2 3 يبقى أس 3. تمام. طب تعالى كده جرب أنت كده مع نفسك. جرب أنت كده مع نفسك وقول لنا المسائل دي هتتحل إزاي. لو جيت قلت لك أهي كمل رقم 3. قلت لك 7 7 7. أدي أول مسألة. جرب كده مع نفسك وشوف هتطلع كام. والمسألة دي كمان جرب مع نفسك. لو قلت لك سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 في سالب 2. يلا جرب دي ودي مع نفسك وقول لنا هتطلع كام. تمام. احنا دلوقتي تعالى نعكس الكلام اللي خدناه. احنا خدنا ايه؟ مش كنت باجي اقول لك مثلا 2 2 2 2 وكنت اقول لك تعالى نعملها في صورة اس او صورة اس واساس. هتلاقي العامل المتكرر هنا اللي هو الكام؟ الاتنين. وبنرجع نشوف مضروب في نفسه كام مرة؟ 1 2 3 4 فتبقى أس 4. تعالى بقى المرة دي نعكس. أنا هديلك صورة الأس والأساس وترجعها لي عوامل متكررة أو عوامل مضروبة في بعض. بمعنى لو جيت قلت لك مثلا 2 أس 3، أنا عايزك ترجعها لي للصورة دي. رجعها لي أو أقول لك أوجد قيمتها. 2 أس 3 أو الاتنين مرفوعة الأس 3 أوجد قيمتها، يعني رجعها لي للصورة القديمة بتاعتها. تعالى نرجعها إزاي؟ واحدة واحدة. الاتنين ده اللي هو الأساس، يعني العامل المتكرر في نفسه المضروب أكتر من مرة. تمام. يبقى الشكل بتاعه يبقى عامل إزاي أهو؟ 2. طب يا ترى أضربه في نفسه كام مرة؟ ما هو قال لي 2 أس 3 يعني مضروب في نفسه 3 مرات، يبقى 2 2 في 2 بس. هي كده. طب تعالى ناخد واحدة كمان. مثلا اديتك الشكل ده قلت لك سالب نص أس 5، رجعها لي للشكل القديم هوجد القيمة بتاعتها. نعملها ازاي؟ تعالى واحدة واحدة. احنا عندنا السالب نص اهو. سالب نص. تمام. يا ترى اضربه في نفسه كام مرة؟ هو قال لي سالب نص مرفوع لايه؟ لخمسة. او سالب نص اس كام؟ 5. يعني مضروب في نفسه كام مرة؟ 5 مرات. ادي مرة. اقول فيه كده مرتين. كده 3 مرات. كده 4 مرات. كده 5 مرات. يبقى انا كده عرفت اجيب سالب نص أس 5 رجعته للصورة بتاعته الأصلية، و2 أس 3 رجعتها للصورة الأصلية. طب تعالى كده أنت جرب وقول لي 5 أس 3 رجعها لي يلا للصورة الأصلية بتاعتها. تمام تمام. وتلت. تلت أس 3 يلا
رجعها لي الصورة الأصلية كمان. تعالى كده ناخد سؤال جميل كده في فكرة. تمام. لو جيت قلت لك اكتب الآتي في الصورة الأسية بحيث يكون الأساس عدد أولي. يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنا جيت اديتك رقم 300، تمام، وعايزك ترجعه لي في صورة أسية. يعني إيه في صورة أسية؟ يعني أيا كان يطلع لي مثلا 2 أس 3، 2 أس 6، أي كان هو قصده بالكلام ده. عايزه صورة أسية، يعني ال 300 ديت توصلها لي في الآخر لصورة أسية، أيا كان 2 أس 3، 3 أس 3 مش هتفرق، بس المهم عايز صورة أسية. بس هو حدد لي شرط. قلت له إيه هو الشرط بتاعه؟ قال لي بحيث يكون الأساس عدد أولي. إحنا عرفنا هو إيه الأساس؟ إحنا قلنا إن الاتنين أو الرقم الكبير اللي تحت ده، ده اسمه إيه؟ اسمه الأساس. حلو. والرقم الصغير اللي فوق ده اسمه إيه؟ الأس. تمام. هو بقى دلوقتي بيقول لك إيه؟ أنا عايز بعد ما الرقم ده نوصله للصورة الأسية ديت، بس عند شرط إن يكون الأساس اللي هو الرقم الكبير عدد أولي. طب إيه هي الأعداد الأولية؟ تعالى كده نفتكر مع بعض الأعداد الأولية. تمام. الأعداد الأولية هي إيه؟ قال لك العدد الأولي قال لك يكون أكبر من واحد ولا يقبل القسمة إلا على نفسه. يعني إيه؟ أول حاجة قال لك أكبر من واحد، يعني هنبدأ من أول رقم اتنين. ما هو قال لك أكبر من واحد، يعني هنبدأ من الاتنين. قال لك ولا يقبل القسمة إلا على نفسه. يعني عندك الاتنين دي اقسمها لي كده، غير يعني اتنين على الاتنين فيها كام؟ فيها الواحد. طب تعالى كده اقسمها كده، مثلا قول اتنين على التلاتة، ينفع؟ لا مش هتنفع. طب 2 على 4 تنفع؟ لا مش هتنفع. فمعناها ان العدد دوت اللي هو رقم 2 لا يقبل القسمة الا على نفسه. طب تعالى كده نجرب 3. 3 على التلاتة على الواحد. حلو. 3 على الاتنين تنفع؟ لا ما تنفعش. 3 على الاتنين فيها الواحد ونص، لا ما تنفعش. طب 3 على الأربعة، خلاص جربنا 3 على التلاتة. 3 على الأربعة ما تنفعش. فده معناها ان العدد ده ما يقبلش الاسم غير على نفسه. يبقى الاثنين والثلاثة. تمام. طب تعالى كده نجرب الأربعة. عندك الأربعة، 4 على 4 فيها الواحد. طب تعالى كده 4 على الاثنين، صدق تنفع. 4 على الاثنين فيها كام؟ الاثنين. لا يبقى العدد ده ما يبقاش الاسم على، لا ده يبقى الاسم على نفسه وعلى ارقام تانية او على غيره. فساعتها الأربعة ما تنفعش. فيبقى الأعداد الأولية باختصار هي إيه؟ قال لك الأعداد الأولية 2 والتلاتة والخمسة والسبعة. انت ماشي للآخر، تشوف العدد اللي يقبل الاسم على نفسه فقط واكبر من واحد. تمام. فاحنا عرفنا هي الاعداد الاوليه، لان احنا العدد رقم 300 ده عايزين نحوله لصوره اسيه ويكون الاساس بتاعه عدد اولي، يعني 2 يا 3 يا 5 يا 7، وهنشوف. طب تمام. تعالى كده نحلل هنا عشان نوصل ال 300 دي لصوره اساس او اس، لازم نحللها. لما تيجي نحلل كده 300، 300 دي تتحلل لكام في كام؟ 30 في 10. ما هو ال 30 في 10 بكام؟ ب 300 زي الفل. تعالى نحلل ال 30، نحللها لكام وكام؟ نحلل ال 30 2 في 15. تمام. ما هو 2 في 15 ب 30. ال 10 نحللها لكام وكام؟ ممكن نحللها ب 2 و5. ما 2 في 5 ب10 زي الفل. هل الاثنين اعرف احللها تاني؟ لا خلاص. طب ال 15 اقدر احللها تاني؟ اقدر احلل ال 15 كام؟ 3 في 5. اقدر احلل ال 15 تبقى 3 في 5. 3 في 5 ب 15. طب والاثنين والخمسه، الاثنين اعرف احللها تاني؟ لا خلاص. الثلاث اعرف، الخمسه احللها تاني؟ خلاص يبقى هي خلصت على كده. تعالى بقى نشوف 300 هتساوي كام في الصوره اسيه. تعالى نشوف. عندك 2 3 5 2 و5. حلو. تعال نجمع اللي متكرر. يعني ايه؟ يعني الارقام اللي متكرره هنا عندنا متكرره كام؟ الاثنين والاثنين والخمسه والخمسه والثلاثه. طب تعالى كده نكتبهم. ادي 2 في 2 عشان متكرره مرتين، هنقول في الخمسه والخمسه اهي 5
في 5. تمام. في كام؟ في 3. ما عادش غير هي الوحيدة اهي. 3 بيساوي. تعالى العوامل المتكررة هنا كام؟ الاتنين والاتنين نكتبها مرة واحدة اهي. بقت 2. يا ترى مضروب في نفسها كام مرة؟ تعالى نعيد. 1 2 فيبقى 2 أس 2 زي الفل. في الخمسة هنا مضروبة في نفسها كام مرة؟ مرتين. تعالى ناخدها مرة واحدة اهي. تعالى نشوف مضروبة في نفسها كام مرة. 5 و5 دي مرة 2 يبقى كام؟ أس 2. وما عادش غير التلاتة اهي. هنكتب التلاتة مرة واحدة. تصدق ده الاتنين والخمسة والتلاتة أعداد أولية أهي. 2 والتلاتة والخمسة أعداد أولية. يبقى أنا كده حققت له المطلوب اللي هو يطلع الأساس عدد أولي. ده الأساس وده الأس. فالأساس أولي أولي أولي. تمام. طب تعالى ناخد مثال كمان عشان نفهم. تمام. طب تعالى ناخد مثال كمان. لو اديتك ال64 وبرضه نفس الشرط، عايزك تكتبها لي في صورة أسية بحيث يكون الأساس عدد أولي. تمام. تعالى ال64 دي طب ما تيجي نحللها. ما هو الطريقة عشان نحل بيها اللي احنا لازم نحلل. تعالى نحلل ال64. كام في كام ب64؟ قال لي 8 في 8. 8 في 8 ب64. حلو. ال8 دي أعرف أحللها؟ أحللها لكام في كام؟ 2 في 4. 2 في 4. وال8 نفس الحوار أحللها لكام؟ ل2 وكام و4 لأن 2 في 4 ب8 و2 في 4 ب8. تمام. هل أعرف أحلل الأربعة أو الاتنين؟ الاتنين خلاص ما عدتش أعرف. طب الأربعة ممكن أحللها لاتنين في 2. تمام. يبقى الأربعة أهي أحللها تاني ل2 في 2. هل الاتنين أعرف أحللها؟ لأ. طب الأربعة ممكن أحللها أحللها لكام؟ ل2 في 2. ما عشان 2 في 2 ب4. تعالى بقى نشوف هو عايز إيه. نقول له ال64 بتساوي. أنا عندي هنا المتكرر كام؟ الاتنين. 1 2 3 4 5 6. تعال نكتبهم أهو. 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2. حلو. يبقى بيساوي دوت العوامل المتكررة المضروبة في نفسها أكتر من مرة. آخد بس واحد منها اللي هو الاتنين. وتعالى نشوف مضروبة في نفسها كم مرة. تعالى نعد. 1 2 3 4 5 6. يبقى 2 أس 6 أو الاتنين مرفوعة الأس 6. تمام. تعالى نروح لحتة جديدة. مش احنا دلوقتي كنا عمالين ناخد الأس والأساس بالموجب؟ بمعنى احنا كنا بناخد 2 أس 3. واحنا عارفين ان التلاتة دي اللي اسمها الأس. العدد الصغير اسمه الأس والعدد الكبير اسمه الأساس. تمام. احنا وقت كنا عاملين ناخد الأساس بالموجب. طب لو انا جبته لك بالسالب، بمعنى يعني خلت لك الشكل ده قلت لك سالب 2 قلت لك أس أي رقم وهنسميه إن. ده إن ده في العموم تعميم. يعني 2 سالب 2 أس 5 4. فأنا دلوقتي مش هنكتب رقم فقلت لك أس إن يعني بعمم لك أي رقم هنا. فبقول لك سالب 2 أس إن. طب دلوقتي أتعامل أنا إزاي لو جالي رقم هنا بس الأساس بالسالب؟ إحنا كنا عمالين بناخده دلوقتي بالموجب. طب لو اديته لك بالسالب؟ قال لي خلي بالك بقى هنا. قال لي الرقم اللي هنا هيفرق معايا جدا. قلت له ازاي؟ قال لي هو اللي هيحدد لي اعمل ايه في السالب. فقال لي والله لو كان زوجي العدد اللي هنا لو كان زوجي او فردي. يبقى العدد اللي هنا لو كان زوجي او فردي هيفرق معايا في السالب. قلت له ازاي؟ قال لي هديك مثال. اول حاجه بس تعالى نعرف ايه هي الاعداد الفرديه وايه هي الاعداد الزوجيه. قال لي الاعداد الفرديه هي الاعداد التي لا تقبل القسمة على 2. يعني عندك الواحد، التلاتة، الخمسة، 9، ال11. فديت الأعداد التي لا تقبل القسمة على 2 دون باقي. يعني عندك واحد على 2 اللي هو نص ما ينفعش. 3 على 2 بتاع الواحد ونص ما تنفعش. فدي اللي هي الأعداد الفردية. طب الأعداد الزوجية
قال لي الأعداد الزوجية هي التي تقبل القسمة على 2 زي 2. 2 على 2 فيها الواحد 4. 2 على 4 فيها الاتنين تنفع 6. 6 على 2 فيها التلاتة وهكذا. يبقى دي الأعداد الزوجية. قلت له تمام. تعال نرجع لموضوعنا، بس عرفتك ايه هي الأعداد الفردية وهي الأعداد الزوجية. الأعداد الفردية لا تقبل القسمة على 2، والأعداد الزوجية التي تقبل القسمة على الاتنين. تمام. تعالى بقى لو اديتك قمت انا كده مديك مثال عشان نطبق على الكلام اللي احنا خدناه الوقت دوت. ممكن مثلا قلت لك بالشكل دوت -3 أس 2. أولا أس 2 ده عدد زوجي ولا فردي؟ لا عدد زوجي. حلو. قال لي والله إن العدد الزوجي بياكل الأس أو بياكل السالب. تاني، العدد الزوجي بياكل السالب. العدد الزوجي بياكل السالب. فالوقت ده عدد زوجي هياكل السالب، فهتبقى 3 الأس الزوجي ياكل السالب وتكمل عادي. ف3 أس 2 اللي هي يعني كام؟ يعني 3 في 3 ب9. طب تعالى ناخد مثال كمان. لو جيت قلت لك -2 أس 4. الأربعة ده عدد زوجي ولا فردي؟ زوجي. يبقى العدد الزوجي هياكل السالب، تبقى 2 أس كام؟ 4. 2 أس 4 يعني الاتنين مضروبة في نفسها كم مرة؟ 4 مرات. تمام. وتطلع الناتج. تمام. تعالى بقى نشوف لو أنا اديتك الأس فردي مكان ما هو زوجي. بمعنى يعني لو جيت قلت لك -3 أس مثلا 3. 3 ده زوجي ولا فردي؟ فردي. قال لك إن الفردي ما بياكلش السالب. يبقى الأس الفردي ماله؟ ما بياكلش السالب. ساعتها تبقى -3 أس 3، وهنا هتختلف. -3 أس 3 لو جيت تعملها على الآلة الحاسبة يديك -27. السالب طلع معانا ليه؟ عشان الأس الفردي ما أكلش السالب. تمام. خلي بالك هنا في فرق بين حاجتين عايزك تاخد بالك منهم. في فرق بين -3 أس 2 -3 الكل أس 2. هنا -3 لو جات لك ده على طول -3 أس 2، هنا مش هينفع تقول لي الأس ياكل السالب، لا مش هينفع. على طول يبقى -3 أس 2 تطلع لك ب -9. أما لو جيت قلت لك -3 الكل أس 2، هتقول لي هنا الأس هياكل السالب، فساعتها تبقى 3 أس كام؟ 2، اللي هي هتساوي كام في الآخر؟ 9. طب تعالى كده ناخد أمثلة على الكلام اللي احنا قلناه. لو جيت قلت لك هناخد شوية أمثلة. قلت لك أوجد في أبسط صورة -5 أس 3. تمام. قلت لك -5 أس 2. قلت لك -5 أس 2. تمام. تعالى نمشي واحدة واحدة. هنا كام؟ -5 أس 2. تمام. تعالى نبدأ واحدة واحدة. أول واحدة ديت اللي هي -5 أس كام؟ 3. -5 أس 3. تعالى نحلها مع بعض. أول حاجة نشوف هل الأس فردي ولا زوجي؟ لا هنا الأس فردي، يبقى ساعتها مش هياكل إيه؟ السالب. فبقت معانا -5 أس كام؟ أس 3. يعني 5 مضروبة في نفسها كم مرة؟ 3 مرات. يعني هتساوي السالب بتاعنا بره أهو. 5 في 5 في 5 بكام؟ ب125. تمام. تعالى ناخد تاني واحدة. -5 أس كام؟ 2. تمام. أول حاجة نبص على الأس. هنا الأس فردي ولا زوجي؟ لا زوجي. زوجي يبقى هو ساعتها هياكل إيه؟ السالب. فبقت 5 أس كام؟ أس 2. 5 أس 2 بكام؟ اللي هي 5 في 5 25. طب تعالى دي -5 أس كام؟ 2. هنا -5 أس 2 تبقى بكام في الآخر؟ لأن إحنا قلنا هنا
مش مع عارف لو كانت جوه اقواس زي دي مثلا، كنت هقول لك هنا هنا الاس الزوجي ياكل السالب، بس هي جايه لي من غير اقواس، فتبقى سالب 5 اس 2 يعني سالب 25. تمام. تعالى كده جرب انت، لو قمت انا قايل لك مثلا سالب 2 اس 5، وقلت لك سالب 2 اس 4، قلت لك سالب 2 اس 4، جرب كده وقول لي هيطلع معاك كام. طب تعالى ناخد حاجة جديدة. احنا وقت كنا عاملين مثلا ناخد اي اساس مثلا وليكن 2 اس 4، 2 اس 5، ايا كان. طب لو طلع الاس ده بصفر، بمعنى لو جيت قلت لك مثلا 2 اس صفر، هنا الكلام هيختلف شوية. تمام. تعالى اقول لك حاجة. قال لك اي حاجة مرفوعة لاس صفر والاساس بتاعها ما بيساويش الصفر، يبقى ده هيساوي واحد. بمعنى ايه؟ يعني هل الاتنين دي مثلا في مره ممكن تساوي الصفر، التلاته ممكن تساوي الصفر، ايا كان مشي على اي رقم، هل في مره ممكن يساوي الصفر؟ لو في مره الرقم هيساوي صفر تبقى بصفر. طب لو في الرقم ده مش هيساوي الصفر، لا يساوي الصفر، يبقى ساعتها هتساوي الواحد. بمعنى انت ممكن تريح دماغك من الكلام ده خالص وتقول اي حاجه اس صفر بكام؟ بواحد. يعني لو جيت قلت لك 7 أس صفر بواحد، 8 أس صفر بواحد، عفريت أس صفر بواحد أو بعفريت. تمام تمام. يبقى اللي احنا عرفناه الرقم أس صفر والرقم ده ما بيساويش الصفر، يبقى تديلنا كام؟ واحد. العفريت ده أكيد مش بيساوي صفر، فهيديلنا واحد أو يديلنا عفريت. تمام. يبقى احنا دلوقتي عرفنا لو الأس مرفوع للكام؟ للصفر. تمام. يبقى الأس مرفوع للصفر بكام؟ بواحد. تمام. طب تعالى كده لو كان بقى الأس بتاعنا دوت بالسالب. احنا خدنا دلوقتي الأس بالموجب اللي هو مثلا 2 2 أس 2، ده كده اللي هو الأس بالموجب. تمام. وتعالى خدنا في مرة 2 أس صفر اللي هو الأس بالصفر. طب حلو. طب تعالى كده لو خدنا مثلا 2 أس سالب 2، الأس هنا بقى بالسالب. تمام. قال لك هنا لو الأس بالسالب هنعمل حاجة اسمها المعكوس الضربي للعدد نفسه، معكوس للأس مرفوع للأس الموجب. بمعنى هنا 2 أس سالب 2، أنا ما خدتهاش كده، أنا عايز أوصلها للشكل اللي تبقى مثلا الرقم أهو أس 2 بالموجب. أعمل إيه؟ قال لي نعمل المعكوس الضربي للعدد نفسه. بمعنى عندك، خلينا على الرقم ده اللي هو 2 أس سالب 2، علشان أخليه 2 أس 2 أشقلب الرقم ده. طب الرقم ده أشقلبه إزاي؟ هو الاتنين هنا يعتبر مقسومة على كام؟ على واحد. طب شقلبها بقت واحد على الاتنين، وساعتها الأس مكان بالسالب هيبقى بالموجب. تاني، لو جيت قلت لك مثلا تلت أس سالب 2، حلو، علشان اخلي السالب 2 دي تبقى بالموجب تبقى ب 2، اعمل ايه؟ اشقلب التلت. فلما اشقلب التلت هي كام؟ 1 على 3، شقلبها يعني 3 على الواحد، الواحد تحتها مش مهم اكتبه، فساعتها هتبقى كام؟ 3، واخلي الاس بالموجب تبقى 2 على تاني. لو جيت مثلا قلت لك مثلا 1 على 9 أس سالب 5 مثلا، احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخليه مثلا بالموجب، اشقلبها. هم عاملين ايه؟ هشقلب هنا 1 على 9، شقلبها تبقى 9 على الواحد اللي هتتكتب في الاخر كام؟ 9. وساعتها بدل سالب 5 تبقى 5 بالموجب. طب يلا كده جرب انت. لو قلت لك مثلا سالب 9 أس سالب 4، أو تعالى نحل دي احنا الأول مع بعض. لو قلت لك سالب 9 أس سالب كام؟ 4. تمام. سالب 9 أس سالب 4. أول حاجة هنا
هنا مش هينفع اجي اقول لك ايه، هنا العدد دوت زوجي فهيطير اس. لو كانت بالمنظر ده كنا نقدر نتكلم، وكنت اقول لك الاربعه هيطير السالب، بس هو ما ادانيش في الصوره، اداني كده على طول، قال لي سالب 9 اس سالب 4. تمام. سالب 9 اس سالب 4. هنا عندي السالب 4 دوت احنا عايزين نخليه يبقى عدد موجب، الاربعه هنا الاس سالب واحنا عايزين نخلي الاس موجب، نعمل ايه؟ نشقلب. سالب 9 دي معناها كانها سالب 9 على كام؟ على الواحد. طب شقلبها لي كده تبقى واحد على سالب 9. الكل أس سالب كام؟ لا غلط بقى، ما احنا خلاص، ما احنا خليناها من سالب 4، عايزين نخلي الأس موجب تبقى كام؟ 4. يبقى واحد على سالب 9. ممكن تخلي السالب ده نطلعه فوق، تبقى سالب واحد على 9 كل أس 4. تمام. طب لو جبتها لك في مرة كمان وقلت لك سالب 9 أس صفر. سالب 9 أس صفر. احنا قلنا ايه؟ قلنا إن أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد. يعني السالب 9 دي هتيجي في مرة تساوي صفر؟ لا. فاحنا قلنا أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد. تمام كده خلصت؟ لا. هو لو كان مديلك 9 بس، لو كان مديلك 9 أس صفر بواحد بس، هو مديني كام؟ سالب 9 أس صفر، يبقى أي حاجة بتاعت سالب واحد. تمام. كده يكون الدرس بتاعنا النهارده انتهى. طبعا دوت كان الجزء الاول، ما رضيناش نطول النهارده كتير بحيث انك تستوعب اللي احنا خدناه. ولو في مشكله او حاجه وقفت معاك تقدر تكتبها لي تحت ان شاء الله وارد عليك في الفيديو الجاي. وما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وتدعي اخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم. وبس اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.